فتيجي اقول لك مين اللاعب اللي عاد الحياه مره اخرى ورجع تاني للكوره، ومين اللعيبه اللي بينتقلوا للدوري التركي والدوريات التانيه الصغيره، الدوري البرازيلي والكلام ده، مين هو اللعيبه المسنه اللي لسه بينتقلوا حتى الان. كل ده واكتر تعرفوا في حلقه النهارده. قبل ما نبدا ما تنساش تشترك معانا، تفعل زر الجرس، تضغط لايك تحت الوصف كل ما وصلت القناه بتاعتنا. تعالى نخش على الفيديو بتاعنا. اول لاعب معانا النهارده وهو لويس هنريكي، اللاعب اللي كان بيلعب في بوتافوجو، راح نادي زينت ب 35 مليون. اللاعب عنده 24 سنه، بلا شك هي صفقه جيده جدا لزينت. اللاعب اللي في اخر 3 سنين كان عليه منافسه كبيره جدا من نادي بوتافوجو، لان نادي صغير في البرازيل وعارفين المواهب البرازيليه بتبقى عامله ازاي. بلا شك هي صفقه جيده جدا لنادي زينت، وده هنشوفه اكتر. لاعب بيلعب كليفت وينج ورايت وينج، هنشوفه معاهم. بلا شك صفقه جيده جدا. اللاعب الثاني معانا وهو مونتيل اللي كان بيلعب في نادي اشبيليا في الدوري الاسباني، راح نادي ليفر بليت في الدوري الارجنتيني ب 4.5 مليون. عنده 28 سنه. بلا شك صفقه جيده جدا لريفر بليت، ولكن معرفش هو ليه اصلا ساب اشبيليا. اللاعب كان هايل جدا لسه واخد كاس عالم مع الارجنتين. غريبه جدا انه يسيبهم يروح لريفر بليت، فريق مش متوقعين قوي ان بيجيب لعيبه كويسه، ولكن ماشي هي شوطه زي ما بقول لك. لعيبه كتيره بتروح الدوريات الصغيره دي، معرفش ايه اللي حصل في الكوره. اللاعب الثالث معانا النهارده وهو بن برايتون او بن بريتون، تمام يعني بتتقال بالاثنين. كان بيلعب في نادي ساوثهامبتون، كان بيلعب كاس تي واي ام اف. بلا شك كان لاعب هايل جدا معاهم، ولكن طلعوه اعاره لشيفيلد يونايتد اللي كان طالع لهم من 2-3 كده برضه. وبلا شك صفقه جيده لشيفيلد يونايتد. ليه اصلا طلعوه اعاره؟ ما تفهمش. ساوثهامبتون انت بتهبطي اساسا، لكن طلعوه. انا معاكم، انا معرفش انتوا بتعملوا ايه بصراحه. اللاعب الرابع وننتقل للايجيبشن ليج، محمود علاء اللي كان بيلعب في الزمالك وراح السواحلي الليبي، بيرجع تاني للدوري المصري عن طريق الاتحاد السكندري. طبعا صفقه فري ايجنت. هنشوف هل اللاعب يرجع لمستواه زي كان مستواه مع نادي الزمالك قبل ماتش القاضيه بالذات، ولا هيستمر الداون جريد بتاع اللاعب الكبيره جدا اللي هو فيها 3 سنين اهو عمال ينتقل لفرقه ما بيعملش معاهم اي حاجه. الله يبقى صفقه جيده لنادي الاتحاد. اللاعب الخامس معانا هو جاكوب مودر اللي كان بيلعب في نادي برايتون، راح نادي فاينورد ب1.5 مليون. عنده 25 سنه. صفقه كويسه لنادي فاينورد. اللاعب صغير يعتبر لسه في السن، قليل انت تلاقي برايتون بتطلع لعيبه لكن هي مش محتاجاه. يعني ما تفتكرش ان هو باسكال جروس واللعيبه دي، لا، لعيب برضه اقل شويه من اللعيبه الموجوده، ولكن بلا شك برايتون فيه دغدغه نجوم صغيره هايله جدا. اللاعب السادس معانا واللي بيعود للحياه مره اخرى، ديلي الي. يا عم ديلي الي لسه بيلعب كوره وهتتصدم من سنه 28 سنه. انتقال حر ليه؟ تومو اللي سيسكي فابريجاس بيجمع كل اللعيبه اللي منتهيه في الكوره. بيرينا، اليكس مورينو، بيلوتي المهاجم او بيلوتي الثاني، مش بيلوتي الكبير، بيلوتي الثاني، نيكو باز مش قوي ولكن هيرجعه، سيرخيو روبرتو. انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ هو يا دوبك قضيه بس ده اللي جابه عادل، هو وكاكيري. الاثنين كانوا دول الهايلين. انما ليه ديلي الي؟ ليه يا بابا؟ اللاعب عنده كمان 28 سنه. انا اتفاجئت جدا من عمره ال 28 سنه. حسيت ان هو حاجه و30 يعني. ده كان اصلا قرب يعتزل كره القدم، مش لاقي نادي يلعب فيه. ولكن يا رب الصفقه زي دي ترجع تاني. ان ديلي الي بلا شك من اللعيبه الهايله جدا. اللاعب السابع معانا وهو اندريا هيريرا. اللي كان بيلعب في نادي اتلتيكو بلباو وراح نادي بوكا جونيور. فري طبعا بلا شك صفقه جيده لبوكا جونيور. وانا ما بحبش اندريا هيريرا ده، عندي معاه مأساوات في مانشستر يونايتد. اللاعب سيء جدا. ربنا معاك يا بوكا جونيور. اسالوني انا المجرب. اللاعب عنده 30 سنه تقريبا، فبلا شك صفقه جيده. وده لا حتته، ما اقدرش اقول انت ليه رحت. هي حتتك كانت من الاول. انت كانت دي في حاله اساسا انت عمال تلعب لحد دلوقتي في اوروبا يا عم اندريا هيريرا. اللاعب الثامن معانا وهو مش لاعب، هو مدرب، وهو اولي جونر سولشاير. كل اللعيبه حبيبتي موجوده في حلقه النهارده. رخر معاه حواديت مع عم اولي جونر سولشاير. عنده 51 سنه، راح يدرب بشكتاش عشان يبقى مع مورينيو. ربنا معاك، ربنا معاك، وربنا مع بشكتاش واللي بيشجعوها. نشوف الدوري التركي ده بيقول ايه، علشان هو لا في صفقات، شويه صفقات في الدوري التركي. الحق هات
الحق هتلاقي ان كميه لعيبه راحت في الدوري التركي، لسه جايين لك في الكلام، فاسخن معانا في الحلقه كده، فاستنى. لا استنى، الدوري التركي عمال يدغدغه، ولا تقول لي الدوري السعودي. هم في نفس البيك بتاع الدوري السعودي، يمكن اقل سنه، ولكن هي فلته برضه في الدوري التركي. اللاعب التاسع معانا وهو انتوني، وبقول لك حبايبي كلهم هنا، انتوني من مانشستر يونايتد راح ريال بيتيس اعاره. ربنا 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 معاكم، ربنا يتولاكم برحمته. يا عم ريال يا بيتيس خدوه اعاره، عنده 25 سنه ولا 24 سنه، يعمل لهم الحنجيله، يغلطهم شويه قبل ما يرجع لنا تاني، ولا طبعا في ابلكيشن تو باي ولا اي حاجه، هي اعاره جافه وتقريبا مش هيلعب معاهم حتى، فربنا معاكم وربنا يتولاكم برحمته. اللاعب العاشر معانا واللي هو 37 سنه، ديفيد لويس. لسه بتلعب كوره يا بعيد، لسه بتلعب كوره وبتنتقل وبتروح هنا وبتمشي هنا. كان بيلعب في فلامينجو، راح نادي برضه في الدوري البرازيلي وهو فورتاليزا. هتقول لي مين ده؟ والله ما اعرف. ده ولا هو فريق في الدوري البرازيلي يكمل فيه حتتك، هي حتتك تلعب في فلامينجو، بورتينيزي هي حتتك يا عم الحاج. طلعت بره تشيلسي، عملت اداءات كويسه، ولكن بعد كده ابيض، وممكن مع باريس كمان نقول يلا يعني. اللاعب ال11 معانا وهو اولسن اللي كان بيلعب في نادي بروج، راح نادي فولفسبورج ب 14.1 مليون. معرفش ايه الواحد ده، بس ماشي، عنده 25 سنه برضه، بلا شك صفقه جيده جدا لفولفسبورج. اللاعب كان برضه كان بيحفر عليه انديه كتيره زي ارسنال، ليفربول، فكان في فرق كتير بتفحفر معاهم في الصفقه دي، ولكن صفقه هايله لولفسبورج. اللاعب ال12 معانا النهارده وهو ريان، حارس المرمى اللي كان لسه منتقل في الصيف اللي فات لروما، انتقل تاني لنادي لانس ب 800,000. بيبين لك ادي اللاعب عنده 35 سنه، معرفش اصلا جابوه ليه جبتوه في الصيف معرفش، ومشوه طبعا مش محتاجينه خالص، عنده 35 سنه واللي بيلعب عنده 21. فالدكه ايه المفروض العكس اللي يحصل، ما تفهمش برده. وده اللي طلعنا قلنا عليه في الصيف، انتوا جبتوه ليه؟ ولكن باعوه على طول بعد ما يكونش كمل 6 شهور معاهم، وراح نادي لانس. نشوف بقى هيلعب ولا هيعمل هناك. اللاعب ال13 معانا النهارده وهو موريلو الدفاع بتاع نوتنجهام، بيجددوا له لحد 2029، بلا شك صفقه جيده جدا ليهم، تجديد عقد. اللاعب هايل جدا من الموسم اللي فات، وشايفينه مع نونو سانتو الناس واصله للمركز الثالث، يعني محدش مصدق اساسا. فبلا شك صفقه هايله جدا ان هم يحافظوا على الاقل على اللعيبه اللي موجوده، ولو ده كمان من احسن اللعيبه اللي موجوده في نوتنجهام فورست. اللاعب ال14 معانا وهو دييجو كارلوس، اللي كان بيلعب في نادي استون فيلا، راح النادي فنربخشة في الدوري التركي ب 10 مليون، عنده 33 سنه، بيلعب كقلب دفاع. بلا شك صفقه جيده لفنربخشة لو جاب مستواه اللي مع نادي. هي مستواه مع استون فيلا ما كانش جيد احسن حاجه، ولكن لو جاب مستواه مع اشبيليا بلا شك صفقه جباره، كان كل الناس بتتخانق عليه، وبعد كده قلنا يا نهار اسود استون فيلا راحت جابته، ولكن الحمد لله ضرب في وشهم. فهنشوف هل يرجع لمستواه ولا يكمل بمستوى الحالي. اللاعب ال15 وهو مش لاعب، هو مدرب نوري شاهين، يتقال من اداره نادي دورتموند، وبيقولوا لك ان هم هيجيبوا إيريك تين هاج. مش اقول ايه، مش عارف يعني، والله ما عارف. اسخن من سيدي اللاسيت، مش عارف، ممكن يضرب هناك، الله اعلم. لكن ماشي، هي نوري شاهين اصلا انا كنت شايفها صفقه سيئه من اول اساسا. انتوا ليه نوري شاهين؟ يعني كان عندكم حتى يا عم لو عايزين واحد ابن النادي، عندكم مارك رويس اللي قعد معاكم 20 سنه، بعد كده راح للدوري الامريكي، هاتوه تدربكم، ما مش فارقه كتير يعني. ما هو نوري شاهين اصلا ما مسكش اي فريق، ولكن هنشوف احسن حاجه اعتقد عملها نوري شاهين ان هو طلع لكم لعيبه شباب هايله جدا زي بينو جيتنز، والواد التاني ده اللي هو دي معرفش ايه، حاجه بالديورمندي ولا حاجه زي كده، ورينا. لا طلع لعيبه كتيره جدا شباب، دي تقريبا احسن حاجه عملها نوري شاهين. اللاعب ال16 معانا وهو كيلر نافاس. يا عم كيلر نافاس اخيرا ينتقل لفريق في الدوري الارجنتيني، وهو فريق اللي كان بيلعب فيه طبعا مارادونا، وهو نيو ييلدز. طبعا كان بيلعب فيه، كان اول مسيره مارادونا بدات هناك في الدوري الارجنتيني، اكيد ينفجر، مستحيل مش هيصد هناك في الدوري الارجنتيني، يوديك فين تاني؟
مش هنجيبك الايجيبشن ليج. فبلا شك صفقه رائعه. لكيلر نافاس هيروح هناك على ما اتذكر يعني المفروض يطلع بكلين شيت اللهويه ويعمل هبل. اللاعب ال 17 معانا وهو زاها اللي كان بيلعب في نادي جالت سراي، راح نادي هارلت ب 2.8 مليون، عنده 32 سنه. بلا شك صفقه جيده في الدوري الامريكي. اللي شايفينه اول ما طلع من الدوري الانجليزي بانت على حقيقتك يا عم. زاها كان مكسر الدنيا مع كريستال بالاس، وكل موسم عايز امشي عايز اديك مشيت ووقعت خالص. ربنا معاك يا عم زاها، ونشوف هتعمل ايه في الدوري الامريكي. لاعب ال 18 معانا وهو ميلان سكرينيار اللي كان لسه رايح باريس سان جيرمان، وكنا عمالين نقول اللاعب مش عايز يقعد في باريس، طلع اعاره ليه؟ فينرباخشة عنده 29 سنه. بلا شك صفقه جباره لفينرباخشة، سواء هو او اللي جنبه كمان هيبقى ديجو كوستا او ديجو كارلوس سوري، الاثنين صفقتين جبارين. سكرينيار احنا كنا شايفينه في الدوري الايطالي لاعب لا خلاف عليه، ولكن ما كانش بيلعب قوي مع باريس سان جيرمان بسبب كتره المدافعين اللي عنده. لاعب ال 19 معانا واللي قبل الاخير وهو انسيسو اللي كان بيلعب في نادي برايتون، راح نادي ابسويتش تاون اعاره، طبعا عنده 21 سنه. صفقه غير طبيعيه يا جماعه. انا زي ما قلت لكم كل مره انا بحب الصفقات دي جدا، انديه ذكيه قوي. انسيسو كان مفير الدنيا مع برايتون او كان حتى مع منتخب الباراجواياني في كاس العالم للشباب. لا شك صفقه جيده لابسويتش تاون اللي ما عندهاش لعيبه، فانا عايز اقعد بس في الدوري، هات لي اللعيبه بقى الايه الفرفطه دي زي بيداس وزي انسيسو وزي اللعيبه الحلوه دي. انما اللاعب يقعد على الدكه في برايتون مش لاقي اي حاجه، وكلنا عمالين عايزين لعيبه ومحتاجين مهاجم ومحتاجين حد في ام اف، فده احسن واحد تقريبا كام اف، صغير بيشوط كويس بيكمل على المرمى. بلا شك صفقه جيده لابسويتش تاون. اللاعب الاخير معانا النهارده وهو كايل ووكر اللي بيلعب في نادي مانشستر سيتي، طلع اعاره لاس ميلان، اعاره علشان يضمن بس ان هو يلعب في انجلترا، اللي لقى ان هو مستواه سيء جدا في الدوري الانجليزي. انا احب اللعيبه دي اللي انا عارف يا عم امكانياتي، لا انا خلاص انا مش جايه معايا الموسم ده في الدوري الانجليزي، لا انا هروح الدوري الايطالي، دوري اقل شويه واخف في مونزا وفينزيا والناس الحلوه دي، لا هعرف ان انا اصد معاهم. انما في الدوري الانجليزي صعب شويه. بقى دلوقتي على الاقل ارجع لمستوايا، وبعد كده نبقى نشوف بقى نكمل ولا ايه. ده كان اخر لاعب. بس كده لكم جاي نهايه الحلقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم تضغطوا على زر الجرس تحت الوصف كل ما وصل الاقناع بتاعتنا. ونحب نشكر المره الثانيه محمد عمرو اللي بيتعب معانا جدا، اي نعم مش موجود معايا في الحلقه دي، ولكن لازم برضه اشكره لانه بيتعب معانا جدا. وبس كده يا رب يكون الفيديوهات عجبتكم. في فيديو لسه منزلينه يوم الخميس بتاع ماتش باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، هتلاقيه هنا اهو قدامك دلوقتي، روح اتفرج عليه كده وقول لي رايك، ويلا سلام.